قصة أعيدها اليوم للفائدة. قصة رجل أصيب بتعب، راح لندن من جمهورية مصر، قال الطبيب الشرايين كلها مسكرة، عملية لازم الآن سريعة واحتمال كبير ما تنجو منها، نجاحها ضعيف. قال حق الطبيب أقدر أرجع لبلدي بس أسلم على أولادي وأودعهم؟ قال الوضع صعب بس نعطيك بعض الأدوية، لا تطول يومين ثلاثة لازم العملية تجرى. قال لا بأس، على مسؤوليته طلع، رجع بلده، يسلم على أولاده، يودعهم رحلة يمكن ما بعدها رجوع. العملية صعبة جدا. وهو رايح حق أحد أصحابه يسلم عليه في المكتب، وهو طالع منه يتحلل من الناس، شاف جزار محل يبيع اللحم، وعند الجزار قمامة يقط فيها العظام والشحم، شاف واحدة تلقط العظام هذه تحطها في كيس، عجوز. سألها أختي إيش تفعلين؟ قالت أنا عندي بنات ما يأكلون اللحم، اللحم غالي، العظام هذه أطبخها في الماء على الأقل يشمون رائحة اللحم بس. سبحان الله. شوف الجوع اللي عند الناس. تضايق، قال لها ادخلي معي داخل. دخلت معها الجزار، قال لها هذه أسرة أبي كل أسبوع تأتيك تأخذ نصيبها من اللحم، احسب سنة كاملة كم يكلف، حسب اللحم سنة كاملة كم يكلف. قال لي يكلفك كذا. قال كل أسبوع تجيك تأخذ اللحم منك. قال لا بس، ودفع له مقدم. الله. المرأة من شدة فرحها بكت وأخذت تدعو الله له. رجع البيت، بنته الصغيرة تقول له يا أبي يعني وجهك متغير، مو مثل ما طلع من عندنا، وجهك تغير، شكلك تغير من فرحه من استبشاره. ودع أولاده، يمكن رحلة موت، سافر لندن، فحوصات قبل يوم العملية، دخل مباشرة دخل المستشفى. جاء اليوم الثاني الطبيب بيد النتائج، معصب، قال أنت أي مستشفى رحت؟ قال ما رحت أي مستشفى. كون صريح معانا، أي مستشفى عالجت؟ قال والله ما عالجت، سلمت على أولادي ورجعت. قال مستحيل، عندنا الفحوصات مرتين ولا شريان مسكر. سبحان الله. كل الشرايين مفتوحة. الله أكبر. المرض ما في أثر. الطبيب مو مصدق، الرجل علم أنه صناع المعروف تقي مصارع السوء. تقي مصارع السوء. سو أي شيء في النهاية راح يرجع لك الخير، في عيالك، في زوجتك، في صحتك. أنت ما تدري، وما تفعلوا من خير تجدوه، ما تنفقوا من خير فهو يخلفه جل وعلا. لكن المشكلة إحنا نبي الأثر العاجل، نبي الحين نشوف بعيوننا ولا ما نتصدق. الله يتقبلها بيمينه، بعد في أحسن من هذا؟ الله المستعان.